بصوا انا النهارده راحت عليا نومه وصحي الساعه 3. المواعين قد كده، مش عارفه هعمل ايه. وانا دلوقتي لازم البس وانزل عشان اجيب الخزين بتاع البصل والثوم. فانا بسرعه بسرعه جدا قمت عامله لهم مكرونه، وادي الصلصه، وعملت لهم البانيه والبطاطس. فخلصت الغدا الحمد لله. فاضل بقى ان انا البسها دلوقتي وهنزل جري اجيب الخزين بتاع البصل والثوم، وبعدين ارجع اشوف المطبخ ده هنعمل فيه ايه. ربنا ييسر. طيب قبل ما انزل كنت حاطه الكوتشيات بتاعتي انا والولاد عشان تتغسل. فبصوا طالعه نضيفه ازاي ما شاء الله. هروح احطها الاول في الشمس وبعدين انزل. يلا بينا. اهو بصوا ما شاء الله حطيتهم اهو عشان يلحقوا ينشفوا. يلا انا هلبس بقى الكوتشي بتاعي انا التاني اللي انا ما غسلتوش وانزل انا. تعالوا بقى واحنا بنتمشى كده اكلمكم عن موضوع انا واخده بالي منه، موضوع الثانويه العامه. بصوا انا خلاص قربت اهو على البيت. موضوع الثانويه العامه يا جماعه، انا كنت زمان كنت كل ما بسال حد عايز تطلع ايه، او على ايامنا لما حد بيسالنا انت كنت عايز تطلع ايه، كلنا يا دكتور يا مهندس يا ضابط. الحاجات اللي هي الايه اللي الحلوه، يا مثلا انا عايزه اطلع في السياسه واقتصاد، عايزه اخش ألسن، عايزه يعني. كان الحاجات اللي بتتقال على ايامنا حاجات حلوه وفيها طموح. انا دلوقتي كل ما بقابل حد في الثانويه العامه يقول لي انا عايزه انجح. يعني طب انت يا بنتي عايزه انجح، طب انت يا ابني عايزه انجح، طب وبعد ما تنجح هيحصل ايه؟ اعملي مشروع. مفيش حد عايز ياخد شهاده. مفيش حد في دماغه خاص في الثانويه العامه الا اكيد ما رحم ربي، يعني اكيد فيه وانا ما قابلتش. بس كل ما بسال حد انا عايزه انجح واعمل لي بزنس. هو احنا اللي عجزنا ولا دماغ العيال هي اللي اتغيرت ولا في ايه بالظبط؟ ولا اللي حواليا هم اللي فشلة؟ يعني بجد فين الناس اللي دكتور ومهندس دي؟ فين؟ ما بقتش بسمعها ليه؟ ايه يا شباب بتوع الثانويه العامه مالكم؟ الشهادات مهمه يا بنتي، الشهاده مهمه. دلوقتي لا، انا هخش اي حاجه انجح واتستت واقعد في البيت. طب ماشي اوكي، اتستتي واقعدي في البيت بس معاكي شهادتك، هتحتاجيها وقت من الوقت، هتحتاجيها مع عيل من عيالك في تربيتهم، هتحتاجيها ليك انت بعد كده. ممكن تزهقي، ممكن تبقى عايزه تعملي لنفسك حاجه. وانت يا شاب يا جماعه، ايه كل الناس عايزه اعمل بيزنس. فين الشهادات؟ امال مين اللي هيعالجونا؟ مين اللي هيظبطونا؟ مين اللي هيخش سياسه اقتصاد؟ مين هيخش علوم؟ مين اللي هتخش معماري وميكانيكا؟ مين الناس؟ فين الناس دي؟ فشباب شدوا حيلكم شويه في المذاكره، حطوا لنفسكم اهداف، توكلوا على الله واعملوا اللي عليكم. كفايه لعب بقى وما انتوا شاغلين بالكم بحاجه خالص كده. حرام عليكم الفلوس اللي عماله تتصرف عليكم في الدروس دي. فقولوا لي كده يا جماعه، قولوا لي فعلا في امل في العيال دي ولا احنا اللي عجزنا وكله بقى عايز يعمل بيزنس لنفسه ومش عايزين شهادات؟ ربنا يصلح الحال. ايوه براحتك. بصوا بقى جبنه ايه؟ انا مش عارفه احنا جبنا ايه. جبنه لب ابيض ولب عباد وجبنه سوداني وجبنه لوز وبندق. ماشي. دلوقتي هنروح بقى تشيل الشكاره طلعها لي. ماشي. وبعدين تختار لنا بقى فيلم حلو. والله ده اختيار فيلم حلو، ده على حسب مش اكشن مقدمين ايه. لا بس مش اهم حاجه مش اكشن. ما هو يبقى مش حلو. لا مش عايزين اكشن يبقى مش حلو. يلا بينا. الحمد لله خلصت المواعين، حطها تتصفى اهي، والمطبخ كله تمام. هبدأ بقى ان انا افضي الشكارة وابتدي ان انا اخزن الثوم والبصل بالطريقة اللي تخليه يقعد معايا سنة كاملة من غير ما يحصل له حاجة. بصوا لازم البصل او الثوم عشان يتخزن ويعيش معاكم كويس بيتحط كأنه بيتزرع. يعني شايفين هو ده بيبقى كده في الارض، يبقى يتحط كده بالظبط، يتحط واقف كده. فانا هرص الواحده جنب الواحده تكون واقفه كده. طيب لو انت عايزه تخزنيه في البلكونه يبقى في مكان ما بيتعرضش للشمس، يبقى مكان ظل
تكوني في المكان ده انت بقى مقفله او عامله تندة او عامله ستاند او اي حاجه من الحاجات دي، ولكن هتحطيه على الارض. ده لو هتدقي مسمار يعني وتعلقيه. طب لو هتحطيه على الارض يبقى تفرشي تحتيه كرتونه او تفرشي تحتيه مفرش او تفرشي تحتيه حاجه، وزي ما قلت يبقى المكان في الظل. تمام. انا هنا الترب بتاعي مخرم فمتهوي كويس. لو الترب بتاعك مش متخرم لازم يكون في مكان متهوي عشان المطبخ حر. وزي ما انتوا شايفين الحاجات الطويله دي اللي ببدأ بيها، دي اللي باخدها الاول. اما الحاجات اللي هي مقفوله، بصي البوز بتاعها مقفول كده، دي لسه عندها عمر شويه تعيش. لكن دي حاضر يا ماما ثانيه واحده. لكن دي بصوا دي مفتوحه كده اهي وطويله، حتى لو مش طويله دي كده مقفوله على نفسها. بصي مقفوله، ما دام مقفوله خلاص دي لسه ليها عمر، دي لسه ليها عمر مقفوله. لكن دي تخينه هنا من هنا، هي مش طالعه على بوز كده، يبقى دي اللي هبدا بيها عشان دي اكتر حاجه معرضه ان هي تبقى ايه تبوظ. هبدا بقى ارصهم واحده جنب التانيه على راسها، على راسها كده اهي، كده على راسها، مش العكس. يعني الراس ما تبقاش لتحت، غلط كده تبوظ ما تعيش اهي، على راسها كده. التوم نفس الكلام، اعمل له برده فرشه تحت كده اهي، وهقوم واخده التوم نفس الكلام اهو على راسه كده. وطبعا طول ما انا قاعده وعندي وقت يعني بقوم جايه افصص فيه وهو فصوص كده، اقوم مخزناه حطاه في كيس وقافله عليه كويس قوي قوي، او في علبه وحكماها قوي 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 قوي، واخزنه فصوص في الفريزر. ما بفرموش، ممكن تفرميه بمعلقه ملح وكده، بس بيملى ريحه الفريزر توم، بيبقى الفريزر كله ريحته توم. فلو حاطه بقى مانجا ولا فراوله ولا حاجه بتبقى ريحتها توم. لكن لما بعمله بفصوصه كده ما بيطلعليش ريحه. وببدا اخد طول ما الحاجه ناشفه ما اخدش منها قوي، لا اسيبها شويه بس اهو، بسيبه كده اهو، واقعد ارص فيه واحده بقى فوق بعضه عشان ما اطولش عليكم بقى الفيديو بالمنظر ده.